في نوعية فيديوهات منتشرة دلوقتي على السوشيال ميديا عاملة قلبان وبتحقق ملايين المشاهدات في فترة زمنية قصيرة. ببساطة الفيديوهات دي هي عبارة عن فيديوهات تشريحية لجسم الإنسان بتبين لك إيه اللي بيحصل فيه لما بيدخلوا نوعية معينة من الأكل والشرب، والتفاعلات بقى اللي بتتم جوه الجسم، والهرمونات إيه بيعلى وإيه بيوطى، وهل الحاجة دي أصلا حاجة صحية ليك ولا حاجة ضارة. بيشرح لك كل القصة دي. والنوعية دي من الفيديوهات بقى بتجبر أي حد إن هو يوقف سكرول علشان يشوف ويكتشف إيه اللي بيحصل في جسمه لما بياكل أو يشرب حاجة معينة. والانتشار القوي بقى للنوعية دي من الفيديوهات ممكن يحقق لك مكاسب باشكال مختلفه، سواء مكاسب ماديه عن طريق المشاهدات، او في انك تستغل الترافيك العالي اللي هيبقى على الاكونت بتاعك في انك مثلا تبيع حاجه او تسوق بالعموله. ايا كان المكاسب شكلها ايه، بس اكيد الاول لازم نعرف ازاي نعمل النوعيه دي من الفيديوهات، وده اللي هنتعلمه في الفيديو بتاع النهارده. طب بسم الله نبدا ويلا بينا. السلام عليكم اجمعين مشاهدين ومتابعين، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. زي ما سمعت في المقدمه كده، النهارده معانا نوعيه من المحتوى سريعه الانتشار وبتحقق مشاهدات عاليه جدا في وقت قصير. والحلو في الموضوع طبعا ان هو معمول بالكامل بالذكاء الاصطناعي، فحضرتك لا هتحتاج تصور ولا تمنتج ولا تعمل اي حاجه. واكيد طبعا اهم حاجه في الموضوع اللي احنا ما ينفعش ننساها ان احنا كل الشغل اللي هنعمله النهارده هنعمله مجانا بالكامل. لما نقول فيديوهات معموله بالذكاء الاصطناعي فاحنا بنبقى محتاجين حاجه اسمها برومبت او اوامر نديها للذكاء الاصطناعي ده علشان يخلق لنا او يطلع لنا الحاجه اللي احنا عايزينها. وطبعا البرومبت ده لازم يبقى مكتوب بطريقه معينه علشان توصل لافضل نتيجه انت عايزها في الحاجه دي. وعشان كده هتلاقيني مجهز لك البرومبت اللي احنا هنشتغل عليه في توليد الفيديوهات بتاعت النهارده وسايبه لك في الديسكريبشن. ومن غير رغي كتير بقى تعالى ندخل في الموضوع على طول ونطير مع بعض للشرح العملي. اول حاجه هنعملها هنروح على عمك شات جي بي تي علشان يجهز لنا السيناريو اللي هنشتغل عليه. هنروح للبرومبت اللي انا مجهزه لك وهتاخده كوبي بالكامل، ونرجع تاني لشات جي بي تي ونحطه بيست. والبرومبت ده الميزه اللي فيه ان هو ينفع لاي نوع اكل او شرب انت عايز تعمل عنه الفيديو. هتقول لي طب ازاي برومبت واحد ينفع لاي حاجه؟ هقول لك طيب بص كده معايا. اول ما هدوس انتر ايه اللي هيحصل؟ هتلاقي شات جي بي تي بيسالك عن نوع الاكل او الشرب اللي انت عايز تعمل عنه الفيديو. وخلينا بقى في الفيديو بتاع النهارده نتكلم عن البيبسي واضراره على جسم الانسان، يعني بما اني ماسك دايت الفتره دي. هنكتب هنا بيبسي وهندوس انتر، وشوف بقى معايا كده لما بتكتب برومبت مظبوط ايه اللي بيحصل. هتلاقي شات جي بي تي اداك الاوامر اللي هتولد بيها الصور، 12 امر ل 12 صوره بالترتيب المطلوب، يعني من اول ما البني ادم يبدا يشرب كوبايه البيبسي. وبعدين اداك اوامر للفيديوهات علشان تقدر تعمل تحريك لكل صوره حسب المرحله اللي بتتم جوه جسم الانسان وبرضه بالترتيب. طب حلو قوي كده، احنا دلوقتي معانا اوامر لتوليد الصور ومعانا كمان اوامر لتحريك الصور. وتعالى نمسك اول خطوه وهي توليد الصور. ودلوقتي هنروح لموقع مجاني تماما وهو موقع ويسك، وطبعا كل الروابط اللي هنشتغل عليها هتلاقيني سايبها لك في الديسكريبشن. اول ما هتدخل على الموقع هتعمل ساين اب بالايميل بتاعك عادي جدا، وبعدين هندوس هنا على كلمه انتر تول، وهنرجع على شات جي بي تي وناخد البرومبت بتاع اول صوره كوبي ونروح على موقع ويسك ونحطه بيست. وتتاكد قبل ما تعمل جنريت او تدوس انتر ان الصور بالطول، يعني 16 الى 9، وفي ثواني الموقع هيعمل لك صوره لتشريح الجسم بجوده عاليه جدا. مش بس بيعمل لك صوره واحده، لا ده بيعمل لك 2. شوف انت اللي يعجبك واختارها. وبعدين هنعمل داونلود للصوره من هنا، وهنرجع تاني على شات جي بي تي وهناخد الامر بتاع الصوره الثانيه، وفي نفس الصفحه اللي احنا كنا فيها على موقع ويسك هنمسح الامر الاولاني ونحط الامر الثاني وندوس انتر. ونفس اللي حصل معانا اول مره، هيعمل لنا صورتين هنشوف ايه اللي عجبنا فيهم ونختارها ونعمل لها داونلود. واظن كده الطريقه وضحت مفيش فيها مشكله. هتكمل بنفس الطريقه وهتعمل ال 12 صوره اللي احنا محتاجينهم لتوليد الفيديو. ودلوقتي جاء وقت ان احنا نحرك الصور دي ونطلع منها فيديوهات. وعلشان نحرك الصور دي بقى هنختار موقع مجاني تماما وهو موقع جروك. واول ما هندخل على الموقع كالعاده هنعمل ساين اب بالايميل عادي جدا. هيدخلنا على الصفحه دي، هننزل تحت وهندوس على العلامه بتاعه المشبك وهنعمل ابلود فايل، ونختار اول صوره عندنا وندوس انتر. وموقع جروك بقى في ميزه ان انت اول ما تحمل له صوره هو بيبدا لوحده يعمل منها فيديو، بيحركها لوحده كده اوتوماتيك من غير اي اوامر. يعني هو بيفهم الصوره وبيحللها وبيفكر مع نفسه كده انت عايز تحرك ايه بالظبط وبيحركه. ولو الفيديو اللي هو عمله عجبك تمام ممكن تعمل له داونلود مفيش اي مشاكل. ولكن علشان تاخد نتيجه افضل واحسن يفضل ان انت تاخد البرومبت اللي مديهولك شات جي بي تي، علشان بصراحه في اغلب الاوقات يعني بيديك تحريك احسن للصور. وزي ما انت شايف معايا كده ده الفيديو اللي احنا عملناه باستخدام البرومبت بتاع شات جي بي تي. من وجهه نظري طبعا هو افضل. ولو عجبك الفيديو بتعمل له داونلود من هنا. طيب عملنا اول مشهد، عايزين نعمل المشهد اللي بعده. بنطلع فوق على الشمال وندوس على السهم ده علشان نرجع باك، ونكرر تاني نفس العمليه اللي احنا عملناها.
ندوس على المشبك ونعمل ابلود فايل ونختار الصورة اللي بعدها. وزي ما شفنا في الصورة الأولى، أول ما هنرفع الصورة على موقع جروك هيبدأ إن هو يعمل لها فيديو أنيميشن أوتوماتيك من غير ما تديله أي أوامر. لو عجبك بتعمل له داونلود، ما عجبكش بتروح تجيب البرومبت بتاع الصورة التانية من على شات جي بي تي وتديه لموقع جروك وتستنى لما يعمل لك الفيديو. وفي الاخر كان عندنا 12 صورة، طلعنا منهم ب 12 فيديو، وكده الخطوة التانية تمت بحمد الله. الخطوة اللي بعد كده محتاجين ان احنا نجمع ال 12 فيديو دول في فيديو واحد بالترتيب، وطبعا علشان نعمل كده محتاجين برنامج مونتاج، ولك حرية الاختيار في البرنامج اللي انت هتشتغل عليه، ولكن انا عن نفسي دائما وابدا بستخدم برنامج كاب كات. هنروح نفتح برنامج كاب كات وهندوس على امبورت وهنعلم على الفيديوهات بتاعتنا ونضيفها للبرنامج، وبعد كده نبدأ ننزل الفيديوهات بتاعتنا على التايم لاين فيديو كده ورا بعض، ولكن لازم تتأكد من الترتيب بتاعهم. واول ما تنزل الفيديوهات على التايم لاين وقبل اي حاجة تروح تقفل الصوت وتعمل ميوت للفيديوهات كلها من هنا. اولا لان موقع جروك وهو بيعمل الفيديوهات بيضيف اصوات وموسيقى في اغلب الاحيان مش بتكون ماشيه مع المشهد، وثانيا بقى علشان نقدر نضيف تعليق صوتي على الفيديوهات دي، ودي الخطوه اللي هتنقل الفيديو بتاعك في حته تانية. هنرجع تاني على شات جي بي تي، وبعد البرومبت الكبير اللي هو كان كاتبه لنا هنقول له اعمل لنا تعليق صوتي مختصر لكل مشهد، وبما اننا عندنا 12 مشهد ب 12 فيديو فهيعمل لنا 12 تعليق صوتي على المشاهد. وبعد كده هنروح على موقع اسمه جوجل اي اي ستوديو، وده موقع بيعمل تعليق صوتي مجاني، وخد بالك طبعا ان كل المواقع اللي احنا استخدمناها النهارده هي مجانيه 100%. هنطلع فوق على اليمين وهندوس على جيت ستارتد، وبعدين هنروح ندوس على تيرن تكست انتو اوديو من هنا، وبعدين من على اليمين هنا هندوس على سنجل سبيكر اوديو. وكل اللي هنعمله بعد كده ان احنا هنروح نجيب اول جمله من شات جي بي تي ونحطها هنا، وبعدين من الاختيار بتاع فويس ده هتختار الصوت اللي انت عايزه. هتلاقي عندك اصوات كتير ممكن تجربهم وتسمعهم على رواقه وتختار اللي يعجبك. مع أول رشفة من البيبسي الرحلة بتبدأ جوه جسم الإنسان من الفم لحد أعمق عضو. وبعد ما تستقر على الصوت اللي انت عايزه هتروح تدوس على الثلاث نقط دول وتعمل داونلود، وكالعادة هنكمل باقي ال 12 جملة بنفس الطريقة، وبعدين نرجع تاني لبرنامج كاب كات ونعمل امبورت لل 12 مقطع صوتي اللي احنا عملناهم، وبعدين بقى نبدأ نضيف المقاطع الصوتية اللي عندنا دي للتايم لاين بتاع الفيديو بتاعنا، كل مقطع صوتي تحت الفيديو بتاعه. وطبعا لازم تاخد بالك ان المدة بتاعت كل فيديو تبقى متوافقة مع المدة بتاعت التعليق الصوتي بتاعها، لا اطول ولا اقصر. فانت لو لقيتهم مش ماشيين مع بعض زي ما هو باين قدامك كده، هتدوس بالماوس على المشهد اللي انت شغال عليه وتطلع فوق من على اليمين وهتدوس على سبيد، وتحاول بقى تبطأ او تسرع المشهد بتاعك على حسب انت عايز المشهد يطول ولا يقصر، لحد ما يبقى المشهد والتعليق الصوتي بتاعه نفس المدة بالظبط. وبنفس الطريقة هتكمل باقي المشاهد اللي عندك، وهو ده الشكل النهائي اللي هيطلع لك في الاخر. وكده مش هيبقى فاضل لنا غير خطوة واحدة بس، وهي اننا نعمل كابشن للفيديو. وخد بالك بقى الخطوة دي مهمة جدا، لان معظم الناس وهي بتعمل سكرول على السوشيال ميديا بتبقى قافلة الصوت اصلا. هنطلع فوق وهندوس على تكست ومنها على اوتو كابشن، وهتتأكد ان اللغة هي اللغة العربية، وبعدين تدوس على كلمة جنريت وهتسيبه يحمل شويه، هياخد له بتاع دقيقه تقريبا، وبعدين هتلاقي ضاف لك الكابشن فوق الفيديو بتاعك. بس يعني هو طبعا زي ما انت شايف كده الخط بتاع الكابشن صغير جدا ومش باين، فاحنا هنروح على الاعدادات بتاعه الخط من على اليمين هنا ونبدا نغير الخط والحجم بتاع الكابشن. هتلاقي في خط اسمه اسكندريه، وده هتلاقيه مناسب جدا وواضح. يعني عموما هي اي حاجه اسمها اسكندريه بتبقى جميله، ودي مش عنصريه لا. وبكده احنا خلصنا كل مراحل صناعه الفيديو. هنطلع فوق وهنعمل اكسبورت، وهي دي النتيجه النهائيه. مع أول رشفة من البيبسي الرحلة بتبدأ جوه جسم الإنسان من الفم لحد أعمق عضو. البيبسي يوصل للمعدة ومعه السكر والكافيين والأحماض في تفاعل مباشر. هنا الأمعاء بتمتص المكونات وجزيئات السكر بتدخل الدم بسرعة. التأثير بينتشر في الجسم كله، طاقة سريعة لكن مؤقتة. الكافيين ينشط الخلايا العصبية ويرفع التركيز والانتباه لفترة قصيرة. السكر في الدم بيدي العضلات دفعة طاقة سريعة. الجهاز الهضمي بيتعامل مع المكونات، لكن التوازن بيكون حساس. إحساس فوري بالنشاط، لكن الجسم بيدفع ثمنه بعد شوية. زيادة الأحماض ممكن تسبب تهيج وعدم راحة في المعدة. بعض الأجسام بتتفاعل، وده ممكن يظهر في صورة تهيج أو إحمرار. السكر بيرتفع بسرعة، وده بيضغط على الجسم لتنظيمه. بعد الطاقة السريعة بيجي الهبوط وإحساس بالإرهاق. وبس كده يا معلم، ده كان الفيديو بتاع النهارده. لو الفيديو عجبك انزل تحت دوس لايك، ولو لسه ما اشتركتش في القناه
انزل اشترك دلوقتي وفعل زرار الجرس علشان تفضل دايما معانا على التراك. اشوفكم الفيديو الجاي، سلام.